حكيم زياش. استلام للكرة في محاولة زياش يلعبها استلام من جانب اللاعب عبد الرزاق حمد الله. شاهدنا خطورة ماكينة الأهداف. نعم عبد الرزاق حمد الله، هذه خطيرة، هذه محاولة في مكان التسديدة، لكن هناك الصافرة ولمسة يد وأيضا ركلة جزاء. ركلة جزاء يشير حكم اللقاء. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد، هذه محاولة خطيرة. هل من هدف رابع؟ المحاولة لا زالت قائمة في الطرف الأيسر، كرة لا زالت حاضرة، المحاولة والتسديدة، لكن الكرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب. يحيى لعبها مباشرة باتجاه المرمى. نعم المحاولة ويعني الكرة كانت خطيرة. المطالبة هناك في الطرف الأيمن مع انطلاقة اللاعب اللي كان في عمل، في شغل في أرضية الملعب أكيد للاعبي المنتخب وأيضا مع المدرب وليد. نعم وليد الركراكي لاحظ الكرة والمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي. لا زالت مستمرة في التسديدة، لكن ابعاد من حارس المرمى. برافو مصلحة المنتخب المغربي. لا زالت مستمرة في التسديدة، لكن ابعاد من حارس المرمى. المنتخب مصر. نعم منتخب مصر لاحظ الكرة والمحاولة. الله هدف عالمي. الله 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 الله، هدف عالمي. نعم يسجل الهدف عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام يا سلام، هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية.